السلام عليكم. النهاردة عمر الكتكوت 11 يوم. هنتكلم النهاردة عن شوية حاجات مهمة اللي هي الحرارة والنظافة والكوكسيديا والكولوستريديا. الحرارة أنا بشغل لمبة 100 بالليل، وبالنهار بشغل 40 واط، علشان كل لما الكتكوت بيكبر لازم أقلل شدة الحرارة بالتدريج. الحرارة العالية بتعمل عند الكتكوت إجهاد حراري، وده بيسبب افتراس بين الفراخ. انا بغير الفرشه بتاعتي يوم ويوم علشان ريحه الامونيا بتدخل على الجهاز التنفسي، بتخنق الفرخ معايا. انا عايزه اتجنب الحته ديت. في الشتاء ممكن اسيب الفرشه مثلا 4 ايام وازود فرشه جديده. اما في فصل الصيف ما بفضلش. ما في مدرسه بتقولك لا الفرخ يعيا معاكي، لا بالعكس، انت لو سبت الفرخ هو اللي هيعيا معاكي ويجيبله امراض، عشان ريحة الأمونيا وكمان الكوكسيديا والكولوستريديا بتتنشط من ريحة الأمونيا. فاحنا بنتلاشى الحتة ديت. وكمان توسيع المكان ما ينفعش يضيق على الكتكوت في فصل الصيف، هيتزود عنده الإجهاد الحراري. احنا برضك قلت انبه على الحتة ديت. ازاي بعرف اعراض الكوكسيديا او الكولوستريديا؟ الفضلات بتاعتهم بتبقى لونها احمر دموي او بني مائي. ده اعراض الكوكسيديا والكولوستريديا. بجيب كيس اسمه كوكس كيور، بحط ربع معلقة على السقاية الرجل لمدة يومين. ده من افضل انواع العلاجات البيطرية اللي انا جربتها، فعلشان هو كده قوي ما بستخدموش 3 ايام، بستخدمه يومين بس. هوريهولكوا دلوقتي. ده اهوت الكيس معايا اللي انا بحطه من العمر ال11 يوم، بنزل بيه العمر ال11 وال12. بوسع المكان علشان بقعد 3 ايام ما بكنسش المكان، علشان ريحة الامونيا ما تزيدش، فعشان كده بوسع علشان العلاج ينفع يشتغل مع الكتكوت بتاعي ويعمل مفعوله. فعشان انا بنضف معدته فانا بقعد 3 ايام لغايه ما العلاج يعمل مفعوله وينزل كل الفضلات بتاعتهم واي ميكروب في المعده بينزل. وبعد كده بقوم كنسل المكان. قلت برضك اقول لكم المعلومه ديت. واحنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. هكنس المكان واحط العلاج بتاعي واوريكم برضك المكان عامل ازاي بعد ما وسعته. زي ما انتم شايفين معايا انا وسعت المكان، وكمان حطيت العلافات بنظام معين علشان الكتكوت يعرف يتحرك معايا. لو انا حطيت الاكل عشوائي المكان بيتاخد وتحس ان المكان ضيق على الكتاكيت. كل ما تنظمي المكان كل ما الكتكوت يعرف يتحرك معاكي، والحركه ديت كويسه له. وكمان انا غيرت مكان السقايات وحطيتها بره شويه عشان ما تسخنش معايا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكتكوت حيويته كويسه. وانا حطت لهم دلوقتي كوكسيديا في السقايات، وكمان نزلت لقيتهم حرانين فغيرت اللمبه بيضه. بس قبل ما اقفل عليهم قبل المغرب كده ان شاء الله هنزل لهم تاني واغير للمبه حمراء 40 واط مع 25 عشان اظبط بردك درجه الحراره. الناحيه دي الجنب ده والجنب ده ما يكونش فيه تفاوت في درجات الحراره مع التهويه المناسبه لهم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.